عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدموا لكم وصفه كيفاش نديروا المملحات. غادي نديروا قريشلات ان شاء الله. كنبداو على بركه الله. عندي 250 غرام ديال المارغرين، كاس نتاع الزيت المائده، معلقه صغيره نتاع الملحه، معلقه صغيره نتاع الخماره، معلقه صغيره نتاع الابزار. كنحتاج بيضه، 3 ديال مثلثات ديال الجبن، ومعلقه كبيره نتاع المطار، ومعلقه كبيره نتاع الحليب غبره. غادي نجمعو بالماء دافي. بالنسبه باش غادي نسم واحد، غادي نسمو معلقه كبيره نتاع الهريسه، وغادي نسم بالزعتر، وغادي نسم بالفرماج محكوك، وغادي نزين بالسانوج والزنجلان، وغادي ندهن من قبل بيضه. غادي نبداو على بركه الله. غادي نجمعوا العجينه ديالنا بركه الله. ندير الزبده، غادي ندير الحليب ديالي، غندير الملحه، خماره، والابزار. غادي نضيف البيضه ديالي، غادي نجمع البيضه. دابا غادي نضيف الزيت، خلط. عاد دابا غادي نضيف الجبن ديالي، دابا غنخلط الجبن ديالي المثلث صافي. من بعد ما خلطت دابا غادي نضيف الموطار ديالي. دابا غنضيف الموطار، نستعمل معلقه صغيره. انا قلت معلقه كبيره، غادي ندير 2 صغار. ونخلط كل العناصر. عاد من بعد نضيف الطحين. دابا غادي نضيف الدقيق ديالي. دابا غنخوي الطحين ديالي، عندنا تقريبا كيلو. دابا ضفت الدقيق ديالي كامل، غنزيد نجمعو. دابا من بعد ما جمعت الدقيق ديالي جانستو مع الخليط، غادي نجمع بالماء دافي. نجمع العجينه ديالي بالماء دافي. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي كتجي بحال هكا رطبه. دابا غادي نقسم العجينه ديالي على 3 باش غنقسم واحد بالهريسه، واحد بالزعتر، واحد بالفرماج. من بعد ما قسمتها على 3 جمعتها بالطحين والدقيق قسمتها على 3. انا درت قسمين بحال بالنسبه للقسم ديال الزعتر درتو قليل على حسب الشخص شنو كيعجبو بزاف. ما عنديش مع المذاق تاع الزعتر بزاف، درت قسمايه صغيره. دابا غادي نقسم كل وحده. غادي نبدا نقسم. غادي ندير الزعتر، غندير القليل ديال الزعتر بنسبيه نحكو بنسبيه. عاد نقسم. صافي دابا من بعد ما قسمت الزعتر غادي نجمعها.
دابا الكويره الاخرى اللي غادي ندير معها الفرماج. نخوي فيها الفرماج. غادي ندير فيها عاوتاني باش ينسجم معها داك الفرماج اللي درت فيه. صافي من بعد ما كينسجم معها داك الفرماج كنجمعها. دابا غادي ندوز الكويره الثالثه اللي غادي ندير معها الهريسه. بالنسبه لي كيبغي ياكل الحار بزاف يقدر يزيد الهريسه. صافي من بعد ما نسجم معاها الهريسه صافي من بعد ما انسجمت هي هذه انا غادي نبدا بالكويره الاولى هي الهريسه ديال الهريسه باش نمسح المنطقه باش ما يجونيش الاخرين حارين. نحربل هذه هي اللي درت فيها الهريسه باش نديروهم في قيقصات صغيورين. صافي نحربلها بحال هكا وغادي نستفهم في اللاطه ديالي. انا غادي نكمل هذا الشكل باش من بعد ندوزو للشكل الاخر وغادي ندخلهم للفران يطيبوا نص طيبه عاد من بعد نجبد نقطعهم. ندوز للعجينه الثانيه غادي ندير فيها غادي نطلقها ديال الزعتر غنطلقها. انا جبت هنايا عندي 3 ديال الرشمات غادي ندير شويه هكا وشويه هكا في نفس العجينه غادي ندير فيها 2 رشمات او في نفس العجينه غادي ندير فيها 2 رشمات. دابا من بعد ما فرش ما بسطت العجينه ديالي بالدلاك درت 2 رشمات. درت هذه الجهه هذه ودرت هذا ها هو. انا غادي نستف العجينه ديالي في اللاطه وغادي ندهنها بالبيض وغادي نزين شويه بالسانوج وشويه بالزنجلان. غنكمل في العجينه ديالي تنسالي العجينه ديال الزعتر من بعد عاد غادي ندوز للعجينه ديال الفرماج. بعد ما بسطت العجينه ديالي وشكلتها بالطابع كتجي بحال هكايا. انا درت 2 ديال الاشكال. غادي ندهنها بالبيض ديال البيض عفوا بالبيض باش غادي نزوقها بالزنجلان والسانوش. دابا غادي نزين هادو بالسانوش وهادو غادي نزينهم بالزنجلان. انا غادي نكمل على هاد الطريقه هذه هي وندخل الكاطو ديالي للفران ونشعل عليه التحتانيتي طيب من التحت ومن بعد نطيبو من الفوق. ما نخليش حتى يتحمر بزاف غير ما ياخذ غير داك اللون ذهبي خفيف يعني ما غاديش يتحمر بزاف. غادي نبسط بقات لي العجينه نتاع الفرماج غادي نبسطها بالدلاك. صافي دابا من بعد ما بسطتها غادي نقطعها بالمرشم. الاخر نتاع الفرماج الميسي غادي نديروه غادي نقطع بالموس بحال هكا وغادي ندير مثلثات بحال هكا وغادي نلويوها بحال هكا من الكبيره للصغيره. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه. غادي ندير شويه هكا وشويه هكا ومن بعد غادي نخشيهم للفران. انا هذا ما غاديش ندهنه بالبيض غادي نخشيه هكاك في الفران يطيب من التحت ومن بعد من الفوق ومن بعد نقدمه لكم ومن بعد عاد ندوزو للفقاس باش نقطعوه ونردوه يتحمر. لينا الفقاس ديالنا نص طيبه غادي نقطعو على شكل فقيقسات بالموس. انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه تنكمل هذا الشيء اللي عندي هنايا ومن بعد غادي نحشيه في الفران
باش يكمل الطياب ديالو. من بعد ما كيطيبوا لنا القريشلات ديالنا كيجيو بحال هكا، هادو نتاع الزعتر، هادو نتاع الفرماج، وهادو نتاع الحار، قاص بالحار. كنتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم، وبالصحه والراحه.